يا سلام الخيرات على احلى البنات. لا تقولي بقى فسيخ ام مكه ولا حتى الزناتي خليفه. انا عندي الفسيخ هنا وبس. تعالى هوريكوا انا فتحت على الفسيخ اللي انا عملته معاكم قبل كده، فاكرينه؟ عملته معاكم قبل كده بتركاتي الخاصه، بس كان النهارده بقى فتحت عليه بقى وكان حاجه تانية خالص. تعالوا اوريكم كده بقى من الالف للياء انا هعمل ايه بالظبط، وهوريهولكوا لما افتحه. كان حاجه كده عظمه. يلا تابعي الفيديو، بس قبل ما تتابعي الفيديو يلا حطي اللايك الحلو بتاعك والاشتراك، ويلا قولي لي انت بتتابعيني منين، ويلا نبتدي الفيديو. دي كده الفسيخه زي ما انتم شايفين، انا طلعتها اهو زي ما انتم شايفين كده. واول حاجه عملتها نزلت منها الملح وفتحتها زي ما انتم كده شايفين بالظبط. تمام يا حبايبي. وبقى نضفتها وقطعت زعانفها وايه، وزي ما انتم شايفين كده طريقه تنظيفها كل البنات شطار وبتعرف تنظفها كويس، بس احنا بس بنذكر البنات الحلوين مش اكتر. تمام كده. فتحت بطنها هون بقى عشان اطمن برضك هل انا عملته صح ولا غلط. تمام كده. فتحتها زي ما انتم شايفين كده، وبحاول بقى ان انا ايه افتحها من جوه خالص. يعني البدايه كده مبشره بالخير الحمد لله. هحاول بقى افتحها خالص، افتحها لكم خالص بحيث ان انا اوريكم بطنها من جوه. انا نضفتها من جوه وطلعت منها طبعا الحاجات اللي جوه دي كتيره دي وشلتها خالص. هفتحها لكم بقى بالمقص دلوقتي عشان نشوف بقى. بس يا يونس، بس هفتحها لكم اهو بالمقص اهو بقى كده عشان ايه اوريكم. يعني بصوا بقى، يا جماله يا جماله يا عظمته، اكادوا من فرط جماله اذوبه. بصوا جمالها بقى، وشوف حمرا ازاي، وشوفوا طريه ازاي ومزبده جدا. بجد كانت روعه روعه روعه. بصوا انا يعني بوريكم مزبده ازاي، درجه زبدتها كانت عامله ازاي. هخليها لكم دلوقتي بقى وهتشوفوا ايه، هتشوفوا جمالها بجد بقى. ايه يا روحي ايه، يونس مقرف خالص. انا بوريكم شوفوا زبده ازاي، بقول لكم يعني بقول لكم شوفوا حمرا محمره ازاي وزبده ازاي. وبجد يعني كانت تجربه كانت جميله جدا. وبعد كده انا مش هشتري فسيخ من بره تاني، انا هعمله في البيت على طول. خلاص كده انا اعتمدت، انا مشروعي المفضل بعد كده انا هعمل المشروع ده على طول بعد كده. خلاص انا هنافس ام مكه والناس اللي شغالين في الفسيخ اليومين دول كلهم. انا هخليه اهون بقى، بخليه بالمعلقه بوريكم. شوفوا بصوا بيطلع معايا بكل سهوله. اللي هي بقى الفسيخ بيطلع معاه مش كويس او بايظ، ما بيطلعش كده، لا بيبقى مجبس كده والجلد بتاعته بتبقى فيها فسيخ لان بتبقى ناشفه، فما بيطلعش معاكي بسهوله. لا شوف هنا بقى كانت طالعه بسهوله ازاي وكانت جميله ازاي. هفضل اخلي فيها كده بقى. بصوا حمارها، بصوا جمالها بجد. انا مش راضيه ان انا اسرع الفيديو في الجزئيه دي علشان اوريكم مدى حلاوتها بصراحه، عشان تجوعوا كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. واللي جه بقى كده يخش كده ويعمل لايك. انت لسه اتفرجتي كل ده وان كده وما عملتيش لايك لغايه دلوقتي. اوريكم بصوا زبده ازاي ومش ناشفه وجميله ازاي. اكادوا من فرط الجمال اذوبوا بجد. شوفوا بوريكم القشره القشره بتاعتها ما فيهاش لحمه خالص ومخليه خالص ازاي. بصوا بوريكم ازاي زبده، عباره عن زبده. الناس بقى اللي بتقول لك ياي ومش ياي، لا ما تتفرجيش على الفيديو ده بقى لو سمحتي، لان الفيديو ده كيفت الاكل الحلو، يعني اللي بتفهم في الاكل ده. وخلصت كده بقى، تعالوا بقى نخش على الرنجة. ما هو فسيخ يبقى فسيخ ورنجة. تمام كده. يلا نخش بقى على الرنجة. هجيب رنجة اهو زي رنجتين زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي انضف فيهم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام كده يا حلوين. وهفتح بقى الرنجة. كل واحدة ليها طريقة خاصة في تنظيف الرنجة.
يعني في اللي بينظف بطريقة دي، بيفتحها من الظهر كده من السلسلة ويخليها. وفي اللي يعني اللي هم المتمكنين قوي دول بيدخلوا المعلقة كده ويخلوها ما بين الجلد والمعلقة كده، بيبقى برضو بتبقى طريقة سهلة. انا عندي طريقتين بعرف اعملهم على فكرة يعني، بس انا عملت الطريقة دي. وجد البطروخ، شوف المرمل جميل ازاي. الذويقة بس هما اللي هيعرفوا معنى البطروخ المرمل ده. بصوا جميل ازاي. هشيل بقى سلسلة الظهر وايه، وهخليها واحدة واحدة كده. والتانية اهي كمان معاكم بردك. هفضل ايه انضف فيها كده بردك واقطعها، نفس اللي عملناه في الاولانية هنعمله في التانية. وهقطع الراس، ملهاش اي لازمة معانا. وهفتح الايه من سلسلة الظهر برضو زي ما انتوا شايفين كده، زي ما عملنا في الاولانية هنعمل في التانية برضو. هحاول اخليها هون من ايه، من سلسلة الظهر، واشيل كل الشوائب اللي جوه دي وانضفها على الاخر. بصوا حمرا ازاي جميلة. ده البطروخ الاولاني كان مرمل، انما ده دلوقتي دون اللي هو المزبت ده. الاتنين بيبقوا حلوين قوي بصراحة. يعني انا بحب، تقولي لي بتحبي انهي المرمل ولا التاني؟ اقول لك بحب الاتنين جدا، انا بحب البطارخ جدا يعني، إن كان ده ولا ده. وهشيل سلسلة الظهر اهو بقى، بتتشال معايا بكل سهولة. يعني انت لما بتفتحي من الظهر كده الشوكة اللي في النص دي بتتشال معاكي بكل سهولة، ما بتاخدش وقت، خلي بالكم يعني. انما لما بتفتحي من وش من بطنها كده، لا بتاخد معاكي وقت. شوف بصوا بقى، تعرفي الرنجايه دي كويسه من لا يعني ما تكونش كويسه، من القشر بتاعها بيتشال معاكي بسهوله جدا، ما بياخدش اللحم معاه. دي بتبقى بقى ايه، اصل انتوا عارفين كويس قوي ان الرنجه بتبقى مدخنه، فكده هي مدخنه قوي واستوت حلو. انما في رنجه تانية ما بتبقاش مدخنه قوي، او ما بتتحطش تحت درجه حراره كويسه، فما بتبقاش حلوه، او ما بتبقاش زايده سوا، او بيبقى الجلد بيطلع باللحم معاها، دي اللي ما بتبقاش كويسه. جبت المقص بتاعي بقى بعد ما شلت الشوك وشلت كل اللي جواه، وقصيت بالمقص كده زي ما انتوا شايفين. المقص ده انا عاملاه مخصصاه للسمك، للرنجة، الفسيخ، الحاجات دي يعني. وقطعته اهو زي ما انتوا شايفين، قطعت واحدة كده وهقطع التانية برضو نفس الشيء. وقطعتها اهو في طبقين اهو زي ما انتوا شايفين. وعصرت ليمون. في ناس بتعملها اشكال وانواع بقى، اللي هي سلطه، مش عارفه، سلطه الرنجه، اللي انت حباه تعمليه. بس انا حبيت ان انا بحب الرنجه كده يعني، ما بحبهاش نظام السلطه، ما بحبش الطحينه كمان يعني، كل واحد وليه ذوقياته بقى بصراحه. انا عصرت، حطيت عليها شطه وحطيت عليها ليمون، وجبت بصل اخضر، انا بحبها كده. في ناس بتقطع عليها بصل وفلفل وطماطم تعملها سلطه كده، بس كل واحد اللي بيرتاح في الايه، في الحاجه اللي بياكلها. زي ما انت شايفين كده قطعتها وحطيت عليها الزيت والليمون. ومش بحب الطحينه، انت بتحبي الطحينه رش عليها طحينه. وادي اهو، بصوا بقى الاكله العظمه دي بقى ما تتفوتش ابدا. ويلا بقى ان كنت وصلتي معايا لغايه هنا حطي اللايك الحلو بتاعك. ادي بصل اخضر والفسيخ بتاعنا والرنجه والرنجه وعصرت ليمون. وبرضه وارجع واوريكم الفسيخ بتاعي اللي انا عاملاه في البيت، حاجه كده عظمه، حاجه كده روعه بجد. يلا بألف هنا وشفا للي كل. وان كنت وصلت معايا لغايه هنا، ما تنسيش اللايك بتاعك الحلو والاشتراك، وباي يا احلى متابعين في الدنيا.